بسم الله. انتصار مهم جدا للنادي الاهلي قدام الجونه بنتيجه 1-0 في مباراه تالق فيها امام عاشور ولاعب تاني كان يستر دراكنه على الدكه مش عايز يلعبه وهو بالعمري النهارده نزل المباراه، قدم اداء استثنائي جدا ورجعنا لايام علي معلول. طبعا مفيش مقارنه ما بين علي ومعلول ومش عايزين نحطه في مقارنه مع علي معلول، بس النهارده بالعمري اثبت ان هو الاقدر واحد ان هو يلعب في مركز الباك الشمال، لان النهارده دفاعيا هجوميا في تمركزاته كلها كانت صحيحه ونال اشاده الكل حتى سواء من الجهاز الفني سواء من الجمهور اللي بيتفرج واللي موجود في الملعب. لا بالعمري النهارده ما شاء الله عليه هو يعتبر من احسن لعيبه المباراه، وهو وامام عاشور. امام عاشور النهارده كان بيلعب في بدايه المباراه في مكان غير مكانه، كان بيلعب على الجناح الشمال لان هو كان بيلعب في نص الملعب تحت المهاجمين، كان بيلعب من رمضان. بس بشكل عام الاهلي قدم اداء مقبول، نقدر نقول عليه مقبول. بس قبل كل ده عايزين نقول ان المباراه دي مش محتاجه ابدا تحليل، المباراه دي محتاجه جلسه نفسيه عاجله بسرعه عشان تحلل فيها كل حاجه بتحصل. انا طارق العدو، ما تنساش تشترك في القناه وما تنساش تعمل لايك عشان يوصلك كل جديد. النهارده الاهلي فاز بنتيجه 1-0 في مباراه مهمه جدا جدا جدا، كان يحسمها باي شكل كان، لان انت بتنافس ثلاث فرق قويه جدا، سيراميكا وبيراميدز والزمالك، وانت اصلا متاخر عن الثلاثه، وبالتالي كل نقطه حاليا في المباريات اللي جايه في الدوري هي مهمه جدا. يستر النهارده اخيرا والحمد لله لعب بالعمري في مركز الباك الشمال، وهو النهارده بالعمري اثبت وكان نازل النهارده بيتحدى نفسه بيتحدى الجهاز الفني ان هو الصفقه دي ما ينفعش انا اقعد على الدكه، انت بتلعب عليا كوكا اللي هو اصلا في قلب نص الملعب، وبتلعب عليا كمان شكري اللي هو مستواه مش قد كده، لكن النهارده اثبت بالعمري ان هو لاعب ولا اروع. كل حاجه النهارده كانت ممتازه في بالعمري، تمركزاته كانت صح، الدفاع بتاعه كان صح، الهجوم بتاعه صح، عمل كام عرضيه لو كان بس عندنا مهاجم. وهنا هنيجي للمشكله الاساسيه مع النادي الاهلي، انت بتلعب من غير مهاجم، ما عندكش راس حربه. كاموش ده اللي موجود ما فيش امل منه، الولد اصلا ما عنده فكره اساسيات التمركز الصح، ان هو يقف صح، ان هو يشوط صح، ان هو يطلع على الكره العرضيه صح، ما فيش اي حاجه ما فيش اي حاجه هو بيعملها. فكره انك تقول ان هو لسه ما اندمجش مع الفريق، طب اتمركز صح. في كوره في الشوط الاول بيستلم الكوره هو نزل بيستلم الكوره اتكعبل فيها اتقطعت منه، يا السورب راح مشوح، وبالتالي لا في مشاكل. هو الولد مش هينسجم مع النادي الاهلي، والحمد لله احنا ما اشتريناهوش وان هو 6 شهور يتوكل على الله بعد كده، وهنبدا تاني رحله البحث عن مهاجم وراس حربه للنادي الاهلي. الشوط الاول فكره انك تخلي بن شرقي ناحيه اليمين وتخلي امام عاشور ناحيه الشمال ما كانتش قوي، ما جابتش همها الا في كره الهدف لما اشرف بن شرقي عمل عرضيه نموذجيه على دماغ امام عاشور، وامام عاشور هو لاعب استثنائي هو امام عاشور، ويجيب الهدف الاول للنادي الاهلي براسيه ولا اروع. لكن تقول لي هل في حاجه او في شكل هجومي ظهر بيه النادي الاهلي بعد الهدف ده؟ هقول لك لا، مفيش اي حاجه. هي مصدر الخطوره بتاعك طول الوقت هو امام عاشور. امام عاشور هو اللي بيتمركز، امام عاشور اللي بيستلم الكوره وبيسلم وبيتحرك، ويمكن النهارده ده اللي خلى بن رمضان يختفي تماما خلال الوقت اللي لعبه بعد ما طلع بديل. في فكره انك لا، امام عاشور وبن رمضان تحس ان الملعب مش هيستحمل الاثنين، سواء بقى ان ده هيخش في شغل ده، ان الاثنين ما ينفعش اتنين اسطوات في الملعب، وبالتالي هو واحد يلعب والتاني يكون موجود بشكل بقى ان هو بديل، او الاثنين ينزلوا في الملعب بس يكونوا الادوار مختلفه، الاثنين ينزلوا في نص الملعب. انت ممكن ده على فكره الحل ده لسه انت ممكن تلعب بيه، انت تلعب باثنين جناحين وتلعب بواحد بس هو اللي في مركز اللي في نص الملعب الدفاعي، ويلعب يا اما ديانج يا اما مروان عطيه، وتلعب قدامهم امام عاشور ومحمد علي بن رمضان، وبالتالي يبقى انت ضمنت وجود الاثنين وتقدر تعرف تستفيد من الاثنين احسن استفاده. ده الشكل الامثل لخط نص النادي الاهلي في مثلا لما تيجي انت تقابل انديه ضعيفه او انديه مش هتهاجم، وبالتالي ممكن تلعب بامام عاشور وبن رمضان تحت راس الحرب. غير كده الاهلي ما ظهرش بشكل هجومي خلال المباراه كلها بالشكل الكافي، مفيش فرص، كل الفرص كلها تحس ان هي محاولات عند استحياء كده تطلع بره، مفيش يعني الحارس ما شالش كوره. ممكن كاموش الكره اللي جات له لما عملها ياسر ابراهيم عمل عرضيه وكاموش شاطها يا بتسديده يعني ضعيفه جدا 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 ومش هتخش يا كاموش، والملاعب ده مش موفق تماما مع النادي الاهلي. وفي فرصه ثانيه جت لمروان عثمان بعد ما نزل بديل، ايه التسديده دي؟ طب ليه فرصه زي دي لما تجيلك ما ينفعش تضيعها يا مروان؟ ده احنا يا حبيبي بنستنى اي فرصه تيجي للمهاجم عشان يثبت نفسه، وبالتالي فرصه جات لك زي دي لازم على طول في الجول، على طول شاطها قويه جدا طلعت فوق، وبالتالي اهدرنا فرصه حقيقيه على المرمى.
لكن برضو الاهلي مفيش نجاعه هجوميه على المرمى. مش عارف انك تشوف تقول مثلا لا والله النهارده ضيع وعملنا، لا، انت النهارده ممكن تلاقي ان مفيش تفاهم ما بين امام عاشور وحسين الشحات بعد ما نزل، تقدر تقول ده. ان اشرف بن شرقي ما عملش الا لقطه بس الجول طالما هو مرمي على ناحيه اليمين. وحتى لما حسين نزل احنا قلنا ان هيحصل سويتش ما بين حسين وما بين اشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي يجي على عدلته ناحيه الشمال، وحسين الشحات يجي ناحيه اليمين. ما حصلش ده، وبرضه فضلت سايب اشرف بن شرقي ناحيه يمين وسايب ومودي الشحات هناك. لكن الشحات وامام عاشور النهارده كان في كذا كوره كان ممكن امام يباصيها، وحسين بقى متعصب جدا، حسين بقى فيه عصبيه شديده جدا 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 في التعامل. وبالتالي طب ليه بنصعبها على نفسنا؟ ما انت نزلت خلاص، طلعت بن رمضان، نزلت حسين الشحات، ودي بقى حسين الشحات ناحيه اليمين، ودي اشرف بن شرقي ناحيه الشمال، وخلي كل واحد يلعب على عداد، وخلي الملعب يكون مرتاح. لكن ده ما حصلش، وهو وجهه نظر فنيه، وبالتالي تمام ما عندناش مشكله. الحاجه بقى اللي النهارده ممكن تختلف او تتفق عليها فكره الشناوي. هل الشناوي النهارده قدم مباراه كويسه، ولا الكور اللي جات له تصرف معاها تصرفات غلط؟ وكان ربنا ستر في الشوط الاول، انت كنت ممكن تخرج الماتش ده 2-0 في الشوط الاول. لكن في تحس تمركزات الشناوي مش احسن حاجه، طلوعه وتصدياته يعني مش افضل حاجه، انت مش مطمن والشناوي في المرمى. لكن برضه مش عايزين نيجي عليه، هو عمل اللي عليه، مفيش جوان دخلت فيه. اي نعم ساعده في ده ياسر ابراهيم في كوره شالها، شال ديانجا من كوره على خط المرمى، وبالتالي الامور ماشيه. بس انت بتقول في الاخر الاداء ما كانش احسن حاجه، الاداء ما كانش افضل حاجه، لكن كسبت بكوره وحشه، كسبت باداء وحش، لكن في الاخر كسبت، عملت المطلوب منك وكسبت 3 نقط مهمه جدا في سباقك على صداره الدوري. وبالتالي ماشي مقبول. لكن انت عاوز تقول ان عندك مشاكل كبيره، عندك مشاكل في مستوى راس الحربه، عندك مشكله انك قلبين الدفاع بتوعك بيرتكبوا اخطاء في اوقات كارثيه كارثيه. وبالتالي لا يا جماعه لازم نركز، لازم يفوق الاثنين، ياسين مرعي وياسر ابراهيم، التوليفه دي لسه مش ظابطه الاثنين مع بعض. فخلينا نشوف الصفقتين اللي احنا جايبينهم التانيين الجزار او هادي، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. غير كده ما فيش اي حاجه ايجابيه غير كره الهدف واداء مروان بن عمري قدم مباراه النهارده، اثبت ان هو لا، باك الشمال اللي لازم يلعب اساسي في النادي الاهلي. خلاص بقت بسيطه، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال بن عمري، خلاص اتحسم الموضوع ده له. الف مبروك للنادي الاهلي. لكن احنا عايزين نبص على السلبيات ونصلحها في الماتشات اللي جايه، لان انت رايح على ماتشات ما ينفعش فيها خساره اي نقطه. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. والنهارده المباراه كانت في رمضان، كل سنه وانتم طيبين، والحمد لله طلعت بشكل الحمد لله كويس وايجابي، وحققنا ال3 نقط. ان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه. سلام.